ليس من الضروري أن تمتلك كمبيوتر قوي لتبدأ رحلتك في تطوير الألعاب. صحيح أن الجودة يستخدم عادة على الحاسوب، لكن لعبتك يمكن تشغيلها على الجوال بكل سهولة. في هذا الفيديو سوف أريك كيف نقوم بإضافة جويستيك للتحكم باللمس لتصبح لعبتك قادرة للعب من أي جهاز. نفس اللعبة، نفس المشروع، نفس التوتوريال، نفس المراحل، بي سي أو موبايل، لا يوجد أي فرق. هذا ما قمنا بصناعته في الفيديو الفرد، مجرد بلاير وبعض المجسمات الكافية لكي نقوم بصناعة لعبة وشرح هذا التوتوريال البسيط. الآن نذهب إلى Asset Lib ونقوم بالبحث على Joystick، ثم تستطيع أن ترى هنا Virtual Joystick. نقوم بالضغط عليه، ثم نقوم بالضغط على Download لكي نقوم بتحميله، ثم نضغط على Install. بعد ذلك نعود إلى 3D داخل نود وورد، نقوم بإضافة نود جديد من نوع Control Node. نقوم بالضغط على Control ثم نضغط على Create، ثم داخل نود Create نقوم بإضافة نود جديد من نوع Canvas Layer، ثم نضغط على Create. نقوم بتغيير اسمه إلى Touch Controller، ثم نقوم بحفظه كسين بالضغط على Save Scene as Branch. نتأكد من الاسم، ثم نقوم بالضغط على Save، ثم نقوم بضغط أيقونة السين لكي نذهب إلى سين التاتش كنترولر. داخل سين تاتش كنترولر، إذا أنت تقوم بالبرمجة على البي سي وليس الهاتف، يجب أن تقوم بتفعيل هذه الخاصية بالذهاب إلى Pointer و Emulate Touch from Mouse On لكي يصبح المنظور كأنه على الهاتف. إذا كنت على الهاتف فهذا غير ضروري، سوف تكون مفعلة بالفعل. فقط هنا لكي أستطيع أن أتحكم بالشاشة عن طريق الماوس. الآن نذهب إلى Virtual Joystick، ثم نقوم بسحب Virtual Joystick Scene ووضعها على الشاشة في أي مكان. بعد ذلك نذهب إلى Project Settings، نذهب إلى Input Map ونقوم بقراءة ماذا سمينا التحركات في الفيديو الفارط: Forward, Back, Left, Right and Run. وهنا نستطيع أن نذهب إلى Actions على يمين الشاشة داخل Virtual Joystick Parameters، ونقوم بتغيير الأسامي إلى الأسامي التي سميناها في Input Map: Forward, Left, Back and Right. إذا قمت بتسميات أخرى فقد يجب أن يكون نفس التسميات هنا لكي يستطيع اللاعب أن يتحرك إلى الأربع اتجاهات. بعد تسميتها جميعا تستطيع تغيير لون الجويستيك حينما يقوم اللاعب بالضغط عليه، ونقوم بالتجربة. نلاحظ هنا أننا لا نستطيع الضغط على الجويستيك، وذلك لأننا نتحكم باللعبة بالماوس. لذلك نذهب إلى البلاير، نقوم بالضغط على كود البلاير. تستطيع أن ترى هنا function ready input mouse input.mouse captured. نقوم فقط بحذفها أو جعلها command في الوقت الحالي، ثم نقوم بالتجربة. هنا تستطيع أن تتحرك بالجويستيك كما تستطيع أن ترى هنا. والآن لنقوم بتحسين الوضع قليلا، لذلك نذهب إلى Scale ونجعلها إلى 0.5، ثم نقوم بسحب الجويستيك وجعله في أسفل الشاشة على يسار الشاشة في الكورنر. وهنا تستطيع أن ترى أنه أفضل بكثير ولا يغطي مساحة كبيرة من الشاشة، وتستطيع أن ترى أنه يشتغل بشكل مميز. وهذا الشرح نفسه يشتغل على الهاتف، لذلك تستطيع أن تقوم بصناعة اللعبة على الهاتف أو على الحاسوب بدون أي فرق أو بدون أي مشاكل. الآن أريد أن أشرح بعض التفاصيل. على يمين الشاشة نستطيع أن نرى بعض البارامترز. نبدأ بكلامب زون. كلامب زون هو كم يستطيع أن يخرج الجويستيك من مكانه. كما تستطيع أن ترى حينما جعلته 400 يستطيع الخروج تماما. joystick mode can be fixed dynamic. dynamic يعني أنه يستطيع أن يتحرك كل الجويستيك في مساحة الشاشة على بعد
10 بكسلات من الشاشة. حينما تضغط بالقرب منه سوف يستطيع أن يفهم أنك تحاول بالضغط عليه ويأتي إليك. ويوجد أيضا الفولوينج، وحينما تقوم بالضغط عليه تستطيع أن تقوم بسحبه إلى أي مكان بإصبعك. هنا يجب أن تتخيل أن الماوس أو فأرة الحاسوب عندي هي إصبع اليوزر أو الإصبع لديك داخل الموبايل. البارامتر الثالث وهو visibility mode، وهو اختفاء الجويستيك. هنا لدينا تاتش سكرين، حينما تقوم بالضغط على الشاشة سوف يصبح واضح. وهناك وين تاتش، حينما تقوم بالضغط على مكان الجويستيك سوف يقوم بالظهور، وحينما تقوم بعدم الضغط سوف يختفي. وهذه البارامترز تستطيع أن تقوم باختيار أي بارامتر يساعدك أو يناسبك داخل اللعبة الخاصة بك. والآن قد انتهينا من هذا الشرح أو توتوريال، وجعلنا اللعبة متطابقة تماما على الهاتف. في الفيديو القادم سوف نواصل العمل على هذه اللعبة لكي نجعلها لعبة رعب أو لعبة open world، لا ندري، ولكن بإذن الله السميع العليم كل شيء سيكون تمام. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.